مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من اكلات وحكايات جيجي. والنهارده رايحين بلد اسمها ميت الخولي. دي البلد اللي بتستورد، الوحيده اللي بتستورد على مستوى الجمهوريه كل الادوات المنزليه. هوريكم كده المحلات وانا ماشيه ونتكلم. كل البلد محلات ادوات منزليه وتجهيز عرايس. معظم المحلات دي استيراد وبتصدر وبتوزع لكل البلاد اللي في مصر، يعني معظم الحاجات المستورده في مصر معظمها من هنا من ميت الخولي. انا بوريكم المحلات، بس في محل معين انا بتعامل معاه، عندي توكيل زهران ونفلام تيفال بقى وستانلس وجرانيت، فانا بضمنه، وكمان بيعمل خصم غير خصم الليسته. انا هوريكم المحل بتاعه وهدخل اقول لكم مميزاته ايه ومميزات التعامل معاه ايه، بس اوريكم كده منظر البلد ومنظر كميه المحلات اللي فيها ادوات منزليه. انا راكبه العربيه، يا ريت بس الكاميرا تكون موضحه اهو. كل دي ادوات منزليه وكل دي محلات. كل المحلات يا جماعه، معظم كل البلد مليانه محلات ادوات منزليه اهو. اكبر بلد بتستورد ادوات منزليه هنا، على اليمين وعلى الشمال، بس عشان راكبه العربيه يمكن الصور مش جايه مظبوط. كل دي معارض اهو، شايفين ما شاء الله، تيفال بقى وجرانيت وصيني وكريستالات وازاز. وده برضو اهو. انا كمان عندي كمان مفروشات وعندي سجاد، بس الاكتر الصيني اهو، الاكتر الصيني. انتوا ممكن تدخلوا اي محل، طبعا انا مش بهكر لحد، بس انا بقول لكم عن ثقه وعن تجربه. انا بشتري من المحل ده، المحل اللي بتعامل معاه اهو، عنده توكيل زهران. هطلع معاكم المول اللي في المحل، وعنده طبعا مفلم في كذا محل طبعا هنا في المول. انا ما تعاملتش معاهم بصراحه، بس انا هوريكم المكان اللي انا اتعاملت معاه وضمناه الحاجات بتاعته، عشان طبعا انتوا عارفين الحاجات دي فيها تقليد كتير جدا، وفي زيادات في الاسعار رهيبه من محل للتاني. انا هدخل معاكم دلوقتي على المحل اللي انا بتعامل معاه. بصوا، انا دلوقتي في طريق للمحل اهو. انا عاوزه اوريكم اليافطه. المحل ده معاه توكيل زهران اموتال، ومعاه نفلام. المحل ده في ميت الخولي في مول اسمه مول السبت، بس ده اكتر محل بثق فيه. لو انا جبت الحاجه وما عجبتنيش وفاضل الفتره عاوزه ابدل، مفيش اي مشكله بالنسبه له، لانه هو ضامن المنتج بتاعه. اسعاره طبعا اقل من بره كتير. انا هوريكم وهديكم ايه نبذه كل فتره، هديكم منتج من الحاجات اللي انا بشتريها. هدخل كده المحل هوريكم النهارده ان شاء الله الصيني. انا هوريكم الاشكال وبعدين نبدا نتكلم عن الاسعار. ده الشكل ده اللي في الذهبي. عاوزه اجيب لكم طبق اقرب. شايفين الرسمه بتاعته؟ كم قطعه ده سمحت استاذ؟ 113 قطعه ده اهو. هوريكم وبعدين هبدا اقول لكم الاسعار. لو لاحظنا الطقم اللي جنبه ده فيه ورد ومشجر، ده الموضه بتاعت زمان بس راجع تاني وبقوه كمان. الحاجات المشجره والروميو وجولييت والورد راجع تاني، بس شكله حلو لو طلعت شوفوا اهو. عندي كمان المذهب ده زي ده بس الرسمه مختلفه. 113 كله 113 قطعه اهو. في منه الفضي كمان شيك قوي. عندي زيه بس على ذهبي فوق اهو.
الذهبي ده داخل فيه كحلي او اسود، لا اسود اهو. فوق بقى خالص شكل تاني مختلف. هنلاحظ ان الجنب ده كله بنفس الرسومات او نقشه مختلفه، اختلافات بسيطه. الاسعار بقى عندي 11 10 ونص 13 بتتفاوت. في حاجه كمان بقى، طبعا انا بسمع عن اطقم صيني ب50,000 و60,000، فانا صراحه بساله بامانه، قال لي مفيش طقم صيني في مصر الماني ولا تايلاندي ولا ياباني، كل ده كلام فاضي، بياخد ختم تاني بس بياخد ختم. انا لما بختار الطقم الصيني هو قال ان انا بختار، هوريك في الطبق ده، ان الطبق يكون خفيف ويكون بياضه فاتح او بياضه حلو او بياضه قوي، اقدر ادفع سعر. انت هتقولي ليه الطقم ده اغلى او الطقم ده ارخص من ده؟ عشان ده مش عشان هو الماني او عشان هو صيني، كل الاطقم الصيني في مصر صيني، تختلف بس من حيث الخامه والتقل والذهب اللي مطبوع بيه. لكن ما حدش يضحك علينا بقى يا جماعه ويقول لنا الطقم ده الماني ب50,000 او الطقم ده ياباني او الطقم ده اي نوع تاني، لا مفيش كلام من ده. فانا كست بقى وانا بشتري وانكم اشتري شكل حلو بس، مش مهم ادفع كل الفلوس دي، لان معظمها ما بنستخدمش الصيني بشكل عملي. شايفين ده برضو رايق جدا، اطار فضي بسيط خالص وشكله كمان مختلف. يعني شوفوا البراد بتاعه عامل ازاي، شكله حلو قوي ورقيق. هدخل كمان على ده اهو، ده بيضاوي مش مربع، في قلم فضي في نفس الرينج برضو. انا هوريكم رينج اقل فوق 10، عندي 10 و10 ونص و11 13، وعندي كمان فوق 7 ونص. كل واحد يجيب اللي يقدر عليه، مش لازم نقلد بعض. ده برضو على لبن، اللون اللبن الجديد معانا في الصيني اهو، على فيروزي اكتر، زي ما بقول فيروزي الفضي. ده بقى جديد بالنسبه لي، يعني انا اول مره اشوف بصراحه، شكله حلو قوي. شايفين الالوان دي، يعني لبني في بامبا في احمر في اسود، مختلف الطقم كله على بعض. عاوزه اجيبهم على بعيد اهو، شكله شيك ومختلف. نيجي لده، في رسومات بس رسومات ناعمه قوي ورقيقه صراحه اهو. ده ممكن يكون واخد سعر اعلى شويه من ده، 1000 أو 1000 ونص، بس شكله حلو اهو في ذهبي. ده طبعا انا شخصيا شفته عن النت زمان وعجبني قوي من فتره اهو. اطار بس، انا عاوزه اوريكم الطبق، الاطار بس فضي وطبعا خفيف وكمان بياضه فاتح، بس هو لو بس فيه تراب شويه عليه اهو. الفنجان بتاعه شكله حلو. عندي اللي فوق ده المشجر ده 7 ونص 7 ونص 7 ونص. ده لون على البيتي، ولون تاني على فضي. يا رب يكون كمان في منه كمان 5 اشكال مش شكل واحد. ده حبايبي دي اطقم تانية اسعارها بتتفاوت بقى، يعني 7 5 ونص 6، اسعارها اقل. كل واحد يجيب يا جماعه اللي يقدر والمناسب ليه. كل دي شكليات. بصوا انا هديكم خلفيات. طبعا ده منقوش اهو، النقشه بتاعته ثابته تمام. وعندي ده نقشته رقيقه خالص بسيطه برضو. الجديد بقى في الاطقم دي طلع كمان فوق هنا، هاتي ده كمان، شايفين ده برضو ذهبي ورقيق جدا اهو. هذا الطقم كله كده هنا. الجديد في الاطقم دي ان فيها كمان نص طقم، يعني 66 قطعه وفي 130 قطعه. فاللي يقدر يجيب ال 66 يجيب، ايه المشكله؟ مش لازم اجيب ال 130 قطعه. طلع فوق كمان، شايفين ده برضو مشجر عليه ورده اهو، واللي فوق ده برضو رسمته حلوه. هاتي كمان اللي فوق هنا اهو، شايفين ده تمام كده. ادخل على اللي جنبه كده هنا، ده بشكله ايه؟ ليه شكل مختلف شويه. شايفين البراد بتاعه عامل ازاي؟ ادي كده البراد، ايوه الشكل مختلف والرسمه مختلف. ايوه ده واخد شكل مربع اكتر. هات المربع اللي تحت ده كده، هات المربع ده، مربع على شكل لذيذ كمان. وكمان ايه، بصوا انا عايزه امسك لكم، انا هوريكم طبق اهو. والفيلم طبعا هو مكتوب عليه صناعه مش عارفه ماليزيه، هو مفيش كلام من ده. هو نفس صاحب المحل قال مجرد بيحطوا ختم الناس اللي تجيبوه، لكن كله صيني. جبت ده رايق جدا كمان يا جماعه،
نفس اللي فوق ده، بس ايه عليه نقشه كده اهو، نفس اللي فوق بالظبط. يعني لو جبت اللي فوق جنبه، ده ساده وده ايه في حته تحت هنا على لبني. كل على اللي بعده كده، جبت دول كلهم. شوفوا ده كمان، شايفين احنا قلنا ده ده زي اللي فوق، بس شوفوا التضليعه بتاعت الفنجان عامله ازاي، بتاعت السكريه والبراد. والطبق كمان مستطيل ومربع، شكل مختلف شويه عن اللي فوق. هاتي كمان المشجر ده هنا اهو. الميزه يا جماعه في الاطقم دي سعرها هادي شويه، يعني 5000، 5 ونص، 6 ونص، 7، اقصاها 8. وكمان في منهم نص طقم، يعني انت ممكن تجيب 66 قطعه بس، مش لازم ال 130، مش لازم نربط نفسنا بحاجه. تعالي هنا كده هنا على المشجر، هاتيني من فوق. المشجر ده نازل يعني نازل موضه وبقوه شويه عن الاول، ما كانش طبعا ده موجود ولا محبوب، ده كانت موضه زمان. انزلي في اللي بعده. عاوزه اوريكم الفنجان عامل ازاي، شايفين البروز ده، وعاوزه اوريكم الطبق بتاعه اهو، شكله حلو قوي صراحه. طبعا يا جماعه الحاجات دي اذواق، وحرام ادفع 50,000 و60,000 و30,000 و40,000 في طقم مش هيطلع مني. انزلي كمان هنا، ايوه كمان ده المشجر اهو، تشجيرته اكبر شويه. انا هوريكم كل طبق. ده مشجر برضو على كحلي اهو، شايفين من جوه كمان الطبق من جوه مشجر اهو. بس لو هتلاحظوا ان الاطباق دي اتقل شويه، دي سعرها اقل. ده طبعا اللي عليه ورد بارز ده اذواق يا جماعه، انا صراحه مش بفضل ده، بس انا حبيت اوريكم كل الاذواق. وفي فصوص كبيره، واللي فوق هنا كده كل ده بارز، كل ده بارز اهو. تمام. هاتي كمان ده، ايوه ده شغله بارز قوي. وده كده صورت ده، شايفين ده بنختار الذوق اللي يناسبنا، بنختار السعر اللي يناسبنا، بنختار العدد اللي يناسبنا، ما بنقلدش بعض. هوريكم كل طبق لوحده. تعالي هنا كمان كده بالراحه. شايفين ده برضه فيه ده الشكل البارز ده، شكل كمان معايا اهو. وده في كحلي في فضي، ايوه كده. يلا بقى اجيب لكم كل طبق لوحده. انزلي كمان في الفين بيتي ده، كل طبق لوحده واوريكم الخامه بتاعته عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. يلا بينا. اوريكم الاطباق دي، الاطقم اللي وريتها لكم الاول اللي سعرها اغلى، بس هي تستحق، لان الطبق شايفين بياضه عامل ازاي، خفيته والنقشه بتاعته. انا هوريكم كمان الرسومات البارزه دي، شايفين طبق رقيق جدا. في من ده ساده خالص من غير اي ورد، شايفين ده. انا عايزه اتاكد لكم كمان من الرسومات، انا هجرب بقى على ضمان صاحب المحل اهو. ده مفتاح اهو، الرسمه احنا عايزين نكسره عشان نجرب اذا كان بيتكسر ولا لا. الرسمه بتاعته ثابته، اذا ده يا جماعه مش طباعه، ده ثابت حفر فيه، ده مش طباعه من اللي بتتغسل وبتروح وكلام من ده، يعني مفيش بقى اكتر من الحديد اهو. فان شاء الله بناخده واحنا مطمنين. وان شاء الله صاحب القناه وعدنا اللي فيه خصم لاعضاء القناه، صح كده؟ في خصم لاعضاء القناه بعد تواصلوا معاه. ان شاء الله اسيب لكم اللينك بتاعه، رقم التليفون بتاعه والعنوان في صندوق الوصف. تقدروا تدخلوا بقى تسالوه على اللي انتوا عاوزينه وتواصلوا معاه. صوري كده بقيه الالوان دي نفس الكلام اهو يا جماعه، متبقوش طبق واحد بس اهو. انا والله بعمل وانا خايفه، بس الراجل بيقول اعملي بكل ثقه اهو اهو. ما شاء الله رسمه ثابته، بيبقى كويس طبعا، لان في اطقم سن بناخدها وبنغسلها او حاجات وكاسات بتطلع على طول بقى شكلها وحش جدا. كل ده رسوماته بارزه بالشكل ده. تعالي كده هنا على الساده ده شويه، على الفتح. انا شخصيا بحب البسيط ده، السيمبل ده، بس طبعا دي اذواق اهو. ده يا دوبك بس في اطار فضي بس، ده فيه بروز شويه. لو تلاحظوا شوفوا الرسمه بتاعته فيها بروز شويه اهي، مع برضو نفس الرسمات دي. ده الورد بقى، الحاجات المشجره اللي طالعه دلوقتي
ده كده هنا، وكذلك ده طلع لي ده. انا بحب كمان الطقم ده قوي، الفناجين بتاعته رقيقه قوي، والبراد بتاعه شكله شيك جدا، من الاطقم اللذيذه الصراحه اللي انا بحبها كمان. والطقم اللي هناك ده جديد بالوانه، قربي كده على الالوان. ايوه. وطبعا ايه، هاتلنا كده هاتلنا الابرده هنا. الابرده كمان ملفت بينور، يعني نحاس، مزج بقى ما بين الحديد والقديم، النحاس ومعاه كمان ازاز معش اهو، شكله حلو قوي. المره الجايه باذن الله، انا النهارده بس عملت لكم على الاطقم الصيني عشان العرايس اللي بيسالوا. المره الجايه باذن الله هعمل لكم عن الاركوبايركس والاركوبال. كل حلقه هعمل لكم بكل الانواع والاسعار والماركات، وتختاروا بقى اللي يناسبكم. يا رب باذن الله الفيديو النهارده يكون عجبكم، واشوفكم المره الجايه على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.